ما تيجي اقولك ازاي تعملي حواوشي المحلات بالظبط بالظبط، فعلا ما فيش اي اختلاف خالص. وعايزه اقولك الكميه هتوفري منها وتعملي كميه كبيره جدا. او نص كيلو من اللحمه هتعملي منه كميه وفيره، وحوالي كده مثلا من 10 ل15 سندوتش، ممكن اكتر كمان على حسب ايدك بقى فرطه ولا لا. تعالوا بسم الله نبدا مع بعض. نص كيلو من اللحمة المفرومة، عليها ربع كيلو من البصل المبشور او مضروب في الكبة، وكمان ربع كيلو من الخضار عبارة عن ايه؟ طماطمتين، قرنين فلفل، عود من البقدونس، وكمان فصين من الثوم او معلقة صغيرة من الثوم المفروم. بضربهم كلهم في الكبة بالشكل ده، بيعمل معايا كده معجون صايص او يعني شبيه للصوص كده. المهم ان انا بضيفه كده على البصل واللحمة زي ما انتم شايفين، وكده ضعفنا الكمية وبقى معانا كيلو من اللحمة او كيلو من عجينة الحواوشي. طيب او خلطة الحواوشي. طيب بهاراتنا عبارة عن ايه؟ ملح، فلفل اسود، بهارات مشكلة او ممكن بهارات لحمة او ممكن بهارات حواوشي، مفيش مشكلة خالص. رشة بسيطة خالص كده من الجنزبيل البودر، ورشة بسيطة خالص من الحبان المطحون او جوز الطيب، يعني على حسب انت بتحبي نكهة الحبهان اكتر ولا جوز الطيب. مش حابة تضيفي الاتنين مفيش مشكلة. وببدا ان انا اعجنهم كويس قوي. وما تنسيش طبعا تضيفي كده معلقه من الصويا صوص. عايزه اقول لك بتخلي طعم اللحمه في حته تانية. وطبعا مش هننسى، يعني بنعمل لحمه مفرومه او عندنا لحمه مفرومه، فلازم بنضيف لها معلقه صغيره من البيكنج باودر. بعجن كل خلطه الحواوشي دي مع بعض، فبقلبها في بعض كده، وبعد كده بدخلها التلاجة. الحقيقة ان انا من الناس اللي بتبيت اللحمة في التلاجة في تتبيلتها، يعني بمعنى اصح بسيبها كده ليلة كاملة، او مثلا من بالليل، او بسيبها ساعتين ثلاثة في العجينة كده، او اللي هي خلطة اللحمة، بدخلها التلاجة واغطيها واسيبها بقى. وبعد كده وقت الغدا بجيب العيش، وابدا ان انا افرد اللحمة في العيش. وزي ما انتم شايفين كده ببدا ان انا احط صاج وادهنه من السمنة. مش زيت يا جماعة، ادهنوا الحواوشي سمنة، فعلا بيفرق قوي قوي في الريحة والطعم. وبدخله الفرن في الرف الوسطاني، بياخد لون من تحت ولون من فوق. وبشغل الشواية كده وبيبقى زي طعمه زي الفل. وعايزة اقول لكم بقى ريحته كانت قلب الدنيا. وجربوه بقى وان شاء الله يعجبكم. اشوفكم على خير في رعاية الله، مع الف سلامة.